يا صباح الفل والخيرات عليكم. عايزة أتكلم عن إيه النهاردة؟ عايزة أتكلم عن إزاي أخطط لهدفي. إزاي أخطط لهدفي؟ والله هاقول لك حاجة، إن أنا أخطط لهدف حاجة، وإن أنا أخطط للطريق للهدف حاجة تانية. أنتِ هتلخبطيني والّا إيه؟ لأ مش هالخبطك والله، ده أنا هابسطها لك، هاقول لك أنا هابسطها لك إزاي. إن أنا أكون شايف هدفي بوضوح ومحدده وعارف أنا عايز أعمل إيه وأوصل لإيه، ده حلو جدًا وده مطلوب. لكن إن أنا أكون باخطط للطريق ليه ومتعلق بشكل معين وبطريق معين وعايز هدفي يوصل من الطريق ده، هو ده اللي ما ينفعش، هو ده اللي يعطلنا، هو ده اللي يدخلنا في دايرة التعلق، وإن هو لو ما حصلش بالشكل ده يبقى الهدف ما حصلش، يودينا بعد كده بقى لشوية إحباطات وشوية يأس. لكن الصح إن أنا أكون محدد هدفي كويس ومخطط لهدفي نفسه كويس. يعني مثلا أنا عايز دلوقتي أعمل مصنع الناس تنتفع منه في خدمة تطوير السيارات ولا في خدمة التعليم ولا في أي حاجة. فأنا عايزة أعمله شكله إيه، أحسن حالة يكون إزاي، يكون بيقدم خدمات شكلها إيه. كل ده اسمه تخطيط الهدف. لكن إن أنا أقرر إن أنا أمشي له إزاي وأوصل له إزاي، أيوه أنا مش هوصل ده إلا لو جبت الفلوس الفلانية من المكان الفلاني أو عملت. مش معنى كده إنك ما تمشيش الخطوة الأولى والتانية والتالتة وكل الخطوات المتاحة ليك وكل اللي أنت شايفه دلوقتي. لكن هي الفكرة إن أنت ما ترسمش لربنا الطريق، انت اختار الهدف وحدده وشوفه بوضوح وخطط ليه، لكن ما تخططش لطريق الوصول ليه. وارد جدا ان انت وانت بتمشي مشوار انت محدده ومتعلق بيه تلاقي معرقلات، تلاقي حاجات تعطلك، تلاقي حاجات تقلل طاقتك. وقتها هتحس ان انت فقدت الامل في الهدف، وان انت لا مش هو ده اللي انا كنت عايزه، وخلاص اللي انا كنت عايزه ما تحققش. لكن طول ما انا شايف هدفي بوضوح، بس سايب الدنيا كده تتناغم ومرونة، اوصل له من هنا او اوصل له من هنا او بالطريق ده او بالطريق ده، هتفضل تتجلى وتظهر ليا طرق لا حصر لها. خد بالك هقول لك حاجه بقى ايه، وادعي لي بقى، ادعي لي بقى في الكومنتات بقى. كل هدف ليه 1500 طريقه توصل بيها، ده اقل حاجه يعني، ده اقل حاجه عندنا يعني. في 1500 طريقه تقدر توصل بيها للهدف ده، بس معنى ان انت لسه ما وصلتش، فكل اللي حاصل ان انت لسه ما شفتش الطريقه بوضوح، لسه ما اكتشفتش واحد منهم. لكن هل ما فيش؟ لا في، وفي كتير كمان، بس انا لسه ما شفتهمش. ده بقى بيتوقف على ادوات كتير، يمكن عشان الهدف مش واضح لي كفايه، يمكن عشان النية مش جاهزة كفاية، يمكن عشان انا مش مكلم نفسي في ان انا عايز الهدف ده ليه، يمكن عشان لسه ما خدتش الخطوة المتاحة دلوقتي، يمكن عشان انا قافل كل الطرق وماسك في طريق واحد. فمش مدي فرصة انك تتجلى ليا الطرق الاكتر وتتجلى ليا الطرق الايسر. وهو ده اللي انا عايزة اتكلم عنه النهاردة. حدد هدفك، خطط لهدفك، اختار هدفك، لكن ما ترسمش ربنا الطريق. ما تحددش طريق واحد توصل من خلاله، ما تحددش سكة واحدة هي دي، ولو مش هي دي يبقى ما فيش. لا، في طرق كتير وفي سبل كتير جدا. بس كل ما انت كنت مؤمن باللي انت عايز توصل له وفاهم انت عايز توصل له ليه وربطه جوه نفسك بإيمانك وبيقينك، هتتجلى ليك الطرق الكتير جدا والطرق الأيسر والطرق الأسهل اللي انت حتى ما تخطرش على بالك. ألقاكم على خير يا رب ويوفقكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله.